يلا بينا. السلام عليكم. فاكرين زمان ابونا وامنا لما كانوا بيخافوا علينا من الشارع؟ دلوقتي بقى الشارع جوه البيت اسمه التيك توك. احنا سيبنا اولادنا عيال صغيره تتفرج على اللي فيه، وسيبنا نفسنا كمان نتاثر بيه. تعالوا نرجع مع بعض كده شويه. التيك توك في الاول اتعمل كابلكيشن ترفيه، يعني تنزل شويه موسيقى، تنزل فيديوهات لشغلك، تنزل فيديوهات ليك انت شخصيا، تنزل فيديوهات كوميديه، اي حاجه خفيفه. هل بقى احنا نستخدمه لكده؟ ما نكونش طبعا مصريين، مش محتاجة حاجة يعني. حولناه لسوق فاسد مفتوح. خش عندك بقى يا زميلي، لايفات شحاته، فيديوهات خادشه، شباب بيبيعوا كرامتهم عشان خاطر المشاهدات، بنات بتعمل مستحيل عشان خاطر الترندات. اتكلم يلا عادل يلا. ونيجي بقى هنا للكارثه والنصيبه السوداء. في قبيله من الناس نقدر نقول عليهم شبيه الرجاله. المهم واحد منهم بيجي يطلع مراته او يطلع مراته وعياله في لايف، ويفضلوا بقى يرقصوا يقولوا كبسوا وزربوا زي ما انتوا بتتفرجوا. المهم ده كله ليه؟ عشان طبعا معروفه واحد خليجي او واحد عربي يبعت لهم بقى اسد، يبعت لهم ورده او ايا كان اللي بيبعتوهم، يقولوا يا هلا يا هلا ارحب يا ابو نواف والله انك كفو. فين بقى النخوه وفين الرجوله؟ بقت عمله نادره. لا ديوس، الواد ده ديوس. المشكله بقى ان في ناس فعلا بتعمل محتوى هادف. ايوه ما تستغربش، في ناس بتعمل محتوى ده بس مش ظاهرين، مفيش حد شايفهم. ولو جيت دخلت على الاكونت بتاعتهم تلاقيهم 5-6 متابعين 7 بالكتير، بيدفنوا تحت سبيل المحتوى التافه. لا ده عندك حق. دلوقتي بقت في مشكله كبيره، الناس ما عادتش بتدور على المحتوى الهادف، المحتوى اللي هيعلمني، المحتوى اللي هيستفاد منه. دلوقتي لو في حتى ظهر قدامك بالصدفه وانت بتقلب في الريلز او بتقلب في اي حاجه محتوى هادف، حاجه جميله، رساله، حكمه، ايا كان، قصه، اي حاجه هادفه هتستفاد منها، اول ما بتشوفها تقوم رايح جاي قالب. نيجي بقى على محتوى ملوش اي لازمه، ملهوش خايه بمعنى الكلمه، تمام؟ نقول الله ايه الحلاوه دي، نقوم راح جاي متفرجين عليه لحد الاخر، نقوم راح كمان ببعت له صاحبنا يبعته لصاحبه ده لحد ما الدايره تكبر، لحد ما المشاهدات تعلى. وبقى ده الواقع بتاعنا. تيجي تبص دلوقتي على اي محتوى او اي حاجه ظاهره تلاقيها كلها وحشه. قليل قوي من النوادر اللي تلاقي حاجه كويسه، تلاقي حد بيتفرج عليها، حد متابعها، وفي الغالب بتتقفل في الاخر. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. طب نعمل ايه وايه الحل؟ مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول على قد ما نقدر ما نتفرجش على المحتوى التافه، وخصوصا قدام عيالنا، لان لما بيشوفونا بنتفرج على المحتوى التافه على سنه عادي بيقلدوهم، ومش بيقلدوهم بس، لا ده بيقلدوهم بطريقه اوحش. لا ده عندك حق. طيب فندعم المحتوى الهادف لحد ما يختفي المحتوى الوحش. بس برضك نيجي للسؤال المهم، فين الرقابه؟ فين المسؤولين؟ ليه لحد دلوقتي ما وقفوش المحتويات دي؟ انت مال امك انت. ونختم بالسؤال ده، هل التيك توك فعلا بقى وسيله لغسيل الاموال؟ اشوفكم في التعليقات. سلام. باي من غير سلام.